هذا هو المندي الأروع، وكل اللي بيدوقه رح يحكي فيه وهذا وعد. والأحلى من هيك إنه بأبسط طريقة. يلا نشوف الطريقة. بنبلش أول إشي بخلط الدجاج، بنضيف كل المكونات مع بعض وبنخلطهم. بنكون مقطعين الدجاج ومخزقينه بالسكين وبنفركه بالخلطة كتير منيح بهذا الشكل، والأفضل نتركه ليلة أو حتى ليلتين. بنحضر الفحم على النار لحتى يصير جمر، وهي الدجاج بنجهزه بنحطه بقصدير، وبنجيب صحن فيه زيت زيتون، بنحط الجمرة على الزيت لحتى تطلع الدخنة، وفورا بنغطي على القصدير. بعدين بنضيف مي مغلية على الصينية وبندخل الفرن لمدة 2.5 ساعات على نار هادية. أول نص ساعة بتكون على نار عالية، وهنا بناخد السوائل اللي نزلت من الدجاج أثناء الشوي لحتى نستخدمه للرز. بننقع الرز وبنجهز المكونات اللي راح نقلبها مع الرز، بنخليها تدبل على النار تماما. بعدين بنضيف الرز والملح وبنحركهم منيح، وبنضيف مرق الدجاج اللي طلع معنا. بنكون جهزنا الفحم، هنا بنحطه على الرز لما تنشف المي عنه. بنغطي الطنجرة وبنخلي الفحم لمدة دقيقتين، وبعدها بنقيمهم. بنحط القصدير على الطنجرة لحتى تتفلفل كل حبة بحبتها. الدجاج بعد ما استوى بنعطيه تحميرة، بندهنه بزيت زيتون مع بابريكا. يعني أنا ما رح أحكي لكم عن طعم الدجاج ولا عن طعم الرز، لازم تجربوه. وأنا هيني سبقت